مسلسلات تركية حققت نسبة مشاهدة أكتر من 13% خلال آخر 10 سنين. عشان تعرفوا إيه هما تابعوا معايا الفيديو للآخر. في المركز العاشر مسلسل العهد، وأعلى حلقة حققت نسبة مشاهدة في المسلسل ده كانت الحلقة رقم 31 ووصل الريت بتاعها ل 13.8%. المسلسل ده هو درامي وعسكري وأكشن، وبيتكلم عن الجيش التركي وإزاي إن هم بيحموا وطنهم من هجمات الجماعات الإرهابية، وكمان بيتكلم عن 13 بطل من القوات الخاصة اللي بيكونوا عندهم مهارات عالية جدا في القتال، وكمان في فك الشفرات، وكمان فك القنابل، وكمان قناصة، وازاي ان هم بيقدروا يتصدوا لهجمات منظمة قامت بمهاجمة الأراضي التركية بتاعتهم. مسلسل من أقوى مسلسلات الأكشن، وبتستمتعوا بكل حلقة فيه وانتوا بتشوفوه. في المركز التاسع مسلسل امرأة، والمسلسل ده أعلى حلقة فيه كانت الحلقة 47 وحققت نسبة مشاهدة 13.44%، وهو درامي اجتماعي وبصراحة كئيب جدا. المسلسل هنا بيتكلم عن شخصية اسمها بهار دي بتقابل شخص اسمه صرب، وبعد كده الاتنين بيحبوا بعض وبيتجوزوا وبتخلف منه طفلين وهما نسان ودروك، وبعد كده فجأة صرب ده بيختفي وبيعرفوا ان هو مات، وبتبدأ ان هي تراعي الطفلين دول لوحدها وبتتحمل مسؤوليتهم، خصوصا كمان ان هي كانت على خلاف مع والدتها وما شفتهاش بقالها 20 سنة، حتى اختها ما كانتش تعرف شكلها ايه. وبعد كده بتتقابل بوالدتها وكمان بتتقابل باختها، واختها بتكون عارفة سر اختفاء جوزها، لكن يا ترى ايه هو السر؟ تابعوا المسلسل وقولولي. في المركز الثامن مسلسل زهرة الثالوث، والمسلسل ده أكتر حلقة حققت فيه نسبة مشاهدة كانت الحلقة رقم 5 وصلت لنسبة مشاهدة 13.97%. والمسلسل ده هو دراما وانتقام وكمان رومانسي، وبيتكلم عن شخص اسمه ميران، وميران ده من وهو صغير جدته اللي اسمها عزيزة ربته وربت جواه مشاعر الانتقام ضد الناس اللي تسببوا في قتل والده وهو صغير، وقالت له ان الناس دي من عيلة شاد أوغلو، وعيلة شاد أوغلو دي فيها واحد اسمه هزار وهو اللي قتل والده. بعد كده لما بيكبر ميران ده بيكون عايز ينتقم منه، فبيروح لبلدته اللي هي ميدات، وبعد كده بيكون عايز يعمل معاه شغل بهدف الانتقام. واثناء بقى رحلته في الطريق ده بيتقابل ببنت اسمها ريان بتكون راكبه على الحصان، وبيبدا ان هو يعني زي هيخبطها كده فبتقع، وبعد كده بياخدها علشان يوصلها لبيتها، واثناء ما بيوصلها بقى بيكتشف ان هي حفيده عيله شاد اوغلو دي، فبيبقى جواه مشاعر الانتقام وفي نفس الوقت هو اعجب بيها. فيا ترى ايه بقى اللي هيحصل؟ في المركز السابع مسلسل طائر الرفراف، والمسلسل ده أعلى حلقة فيه كانت الحلقة رقم 15 وحققت نسبة مشاهدة 15.31%. المسلسل هنا هو درامي واجتماعي وكمان رومانسي، وبيتكلم عن شخص اسمه فريد كرهان، وفريد كرهان ده كان من عيلة غنية جدا في تركيا وبيعمل لهم مشاكل كتير. فبعد كده جده هليس أغا بيقرر ان هو يجوزه من بنت من بلدته اللي هي غازي عنتاب، وبالفعل بيروحوا لغازي عنتاب علشان يخطبوا له بنت اسمها سونا، لكن فريد ده بيتقابل بشخصية اسمها سيران وبتكون اخت سونا، فبيقرر ان هو يتجوز سيران بدل سونا، وبعد كده بتحصل ما بينهم قصة حب حلوة جدا. في المركز السادس مسلسل المؤسس عثمان، وأعلى حلقة فيه كانت الحلقة ال16 وحصلت على نسبة مشاهدة 17.28%. والمسلسل ده هو تاريخي وأكشن، وبيتكلم عن الغازي عثمان وهو مؤسس الدولة العثمانية والابن الثالث والأصغر لأرطغرل، وحب بقى ان هو يمشي على نفس مسيرة باباه وان هو يحقق انتصارات عظيمة، وعاصر صراعات كتير ما بين قبيلة القاي وكمان ما بين التتار والمغول، وأيضا صراعات تانية ما بين القبائل في الدول المجاورة لتركيا، وحاول ان هو يأسس الدولة بتاعته ويرفع فيها راية الإسلام. في المركز الخامس مسلسل كان يا مكان في تشيكوروفا، والمسلسل ده أعلى حلقة فيه كانت رقم 62 وحققت نسبة مشاهدة وصلت ل 17.69%. والمسلسل ده هو درامي واجتماعي وكمان حقبة زمنية، لأنه بيتكلم في فترة السبعينات عن قصة حب ما بين يلماظ وزليخة. بعد كده الاتنين دول كانوا عايشين في أضنة وبيحصل ليهم ورطة، فبيضطروا ان هم يسافروا لاسطنبول، ولما بيسافروا بقى لاسطنبول بيحاولوا ان هم يخفوا شخصيتهم
وبيقولوا ان هما 2 اخوات مش بيحبوا بعض، وبيشتغلوا في مزرعة عند سيدة كانت قوية جدا وعندها ابن واحد اسمه دمير. وبعد فترة من انتقالهم ده، دمير ده بيبدأ ان هو يعجب بزليخة، وبيحصل بقى زي صراع ما بين دمير وكمان يلماظ. بعد كده يلماظ ده بيدخل السجن، فدمير بيتجوز زليخة. ولما بقى يلماظ بيخرج من السجن بيكون عايز ينتقم من دمير ان هو اتجوز البنت اللي بيحبها. في المركز الرابع مسلسل قيامة أرطغرل، والمسلسل ده أعلى حلقة فيه كانت رقم 102 وحققت نسبة مشاهدة 17.70، وهو درامي وأكشن. وبيتكلم هنا المسلسل عن شخصية اسمها أرطغرل، وأرطغرل ده كان قائد قبيلة القاي وكمان أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية. وأحداث المسلسل هنا في القرن الثالث عشر، وبتتكلم بقى عن شخصية أرطغرل اللي كان بيحاول إن هو يلاقي قطعة أرض يضم فيها سكان القبيلة بتاعته اللي كانوا عمالين ينتقلوا من مكان للتاني، فكان بيحاول ان هو يلاقي مكان وقطعة ارض يقدروا ان هم يستقروا فيها ويرحمهم من عناء الانتقال ده بين فترة والتانية. وكمان كانوا مكونين من 400 خيمة. واكبر اعداء لارطغرل كانت الامبراطورية الرومانية وكمان المغول، وحاول بقى ان هو ينشئ الامبراطورية العثمانية اللي انتشرت في قارات العالم الثلاثة القديم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو وكمان كومنت بالحاجة اللي انتوا حابين ان احنا نتكلم عنها المرة الجاية عشان تشجعوني. تشجيعكم ده بيفرق و90. في المركز الثاني مسلسل المدينة البعيدة، وأعلى حلقة فيه لحد الآن لأن المسلسل لسه مستمر كانت الحلقة رقم 20 وحققت نسبة مشاهدة 18.7%. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن الطبيبة عليا البورا اللي بتكون راجعة من كندا ومعاها ابنها جيهان دينيز وكمان جثة زوجها بوران اللي كانت وصيته إن هو يرجع يندفن في أرض عيلته عيلة البورا. وبالفعل بتنفذ وصيته وبترجع، وبعد كده بتتقابل مع عيلته بقى اللي بيكون زعيم العشيرة فيها هو جيهان البورا أخو زوجها. وكمان بتبدأ ان هي تكتشف اسرار كتير جدا عن العيلة دي جوزها ما كانش حكيها لها. وبعد كده بتكون عايزة تهرب مع ابنها جيهان دينيز ده وترجع لكندا مرة تانية، لكن بيمنعها جيهان وكمان والدته صداقات، وبتضطر وقتها ان هي عشان تفضل مع ابنها تتجوز بجيهان ده زواج اجباري. في المركز الأول مسلسل القرن العظيم أو اللي تعرف في الوطن العربي باسم حريم السلطان. المسلسل ده أعلى حلقة فيه كانت الحلقة رقم 33 وحققت نسبة مشاهدة 19.61%. والمسلسل ده هو تاريخي وكمان داخل فيه رومانسية، وبيتكلم عن السلطان سليمان القانوني اللي تولى الحكم في سن صغير جدا وهو عنده 26 سنة، وقعد في الحكم كمان لمدة 46 سنة. والدولة العثمانية وصلت في عهده لأقصى اتساع ليها وحقق انتصارات وفتوحات كبيرة جدا لدرجة ان هي كانت من اقوى الدول في العالم في الوقت ده. وبدأت احداث المسلسل لما السلطان تولى الحكم، وبعد كده ترك زوجته ماهد فران وكمان ابنه مصطفى وانطلق مع صديقه المقرب اللي هو ابراهيم وراحوا القصر اللي موجود في العاصمة. في نفس التوقيت ده كانت السفن العثمانية بتبحر في البحر الاسود علشان تجيب جواري تكون هدايا للقصر، ومن ضمن الجواري دي كانت الجارية ألكسندرا بنت الكاهن الروسي اللي بعد كده بتصبح حرم زوجة السلطان سليمان، وبتصبح امرأة من أقوى النساء اللي مرت في التاريخ عموما. وبيبدأ بقى ان يحصل مشادات ما بينها وما بين زوجات السلطان الأخرى على الراجل اللي هو السلطان سليمان. وكده أنا خلصت كل المسلسلات اللي كانت معايا في الفيديو ده. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات يا ترى ايه المسلسل اللي انتوا كنتوا متوقعين ان هو يكون حقق نسبة مشاهدة عالية وانا ما قلتوش. اكتبوا لي في الكومنتات عشان انا عارفة ان في ناس هتقول الحفرة وقطاع الطرق وحاجات كتير جدا. وعلى فكرة الحفرة كان من افضل المسلسلات، وده ان دل على شيء يدل على ان مش دايما الريت بينصف المسلسلات. دي حاجة برضو انا عايزة اقولها لكم، وعشان برضو تبقوا عارفين اعلى ريت تقريبا حققته مسلسل الحفرة كان 11 تقريبا و81% على حسب ما انا متذكرة. وبرضو اكتبوا لي في الكومنتات ايه هو المسلسل اللي انتوا كنتوا تتمنوا ان هو يحقق نسبة مشاهدة عالية. وعشان تعرفوا بقية المسلسلات ما تنسوش تروحوا للفيديوهات دي. سلام.